Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? It's Steve. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفوز العراق ان شاء الله. كم تتوقع؟ ان شاء الله 2-1 العراق. طبعا اليوم فرحه، اليوم فوز، اليوم فوز ساحق، فوز ساحق يعني بوجود الامارات، بوجود اهل الامارات الكرماء، الابطال يحبون العراق والامارات واحد. ان شاء الله يا رب الفوز لنا وناخذ الكاس ونرتاح، ومو غريبه عليهم منتخب اسود الرافدين، دائما يبهرونا بانجازاتهم. نتمنى للمنتخبات العربيه التاهل اكيد، وان شاء الله ان الفوز يا رب. كم تتوقع؟ ان شاء الله 2-1. منتخب العراق ومتعنين للبصره من جنوب العراق ان شاء الله اليوم، ومشكورين على حسن الضيافه. كم تتوقع؟ والله ان شاء الله 2-0. طبعا هذا حضور عراقي دائما هيك اصلا، وان شاء الله اليوم طبعا مثل هالحضور ما يخيب المنتخب العراقي، ما يخيبنا ان شاء الله. مباراة صعبة؟ والله اكون وياك واضح هي صعبه، يعني حتى يعني عشان صاحبي مهند كان طول الطريق قاعد نحلل، اي صعبه اكيد، بس كنا ثقه باسود الرافدين. تتوقع اليوم؟ والله يا اكون واقعي مره ثانيه. فايز ما في سؤال. هي هذه عراق فايز، بس قد يعني 1-0 ان شاء الله. وانت؟ ان شاء الله العراق فايز. ان شاء الله نفوز. ان شاء الله الجمهور كله حاضر. اي ما توقعت الجمهور كله راح يكون موجود، اكثريتنا عايشين بالشارجه وبدبي، ابو ظبي شويه طريق، بس الحمد لله ان شاء الله نفوز يعني. دائما العراقي يقولون احنا اللي اسسنا الملعب. طبعا واحنا اللي نلعب فيه. احنا ابطال اسيا، احنا يا طويل العمر ان شاء الله اليوم الفوز طبعا 2-1 باذن الله او 2-0، ونفس ما وعدنا الشباب الاماراتيين اللي كانوا هناك قالوا لنا اليوم شو قلنا لهم احنا اليوم بيض وجهكم، نفس ما تعرفون احنا ما عندنا ملعب ولا عندنا وين ما تحطونا نلعب. سود الرافدين معروفين ترى بالفوز. ماكو شيء صعب على العراقي. ان شاء الله الفوز اكيد، فوز عراقي ان شاء الله، احنا متفائلين يعني ما شاء الله العراقيين جاي من كل دول العالم لهنا حتى يحضروا المباراه. جايين سوريا من رابطه مشجعين المنتخب السوري، وجايين نشجع اسود الرافدين منتخبنا الثاني، وواثقين فيه انه راح يوصل على النهائي. العراق ان شاء الله الفوز العراق 1-0. ان شاء الله محتاجين الفرحه، وراح نفرح فرحه كبيره، وفرحونا الفريق كل مباراه دا يفوزون واحنا واثقين منهم. والله قاسيه جدا، خاصه الفريق العراقي كانت عنده فرص للتسجيل بس ما استثمرها بصراحه، بالشوط الاول انفراده، بالشوط الثاني اكثر من فرصه، القطريين استغلوا خطا من المدافع في المره الاولى بالتمرير، وبالمره الثانيه عمل فاول، لكن المدرب كان عنده حلول اكثر من مره. عندنا تبديلين ما كان لازم يصيرون بنفس اللاعبين، اول لاعب صار عنده مشكله بدايه الشوط، واللاعب التبديل الثاني ما استثمره بشكل صحيح لان نزل لاعب غير جاهز. قهرنا كلش، ما متوقعين يعني فريقنا يخسر هاي الخساره، لعبهم كان كلش حلو بس ما اعرف ليش ما متوقعيها يعني. حتى لو قطر فريق قوي اوكي، بس احنا هم يعني لعبنا حلو، بس انه من غلطه واحده والحكم ما نصفنا، ويعني المدرب ما سوى تغييرات تساعد الفريق، بالعكس ادى اكثر. يمه يعطيك العافيه يمه، تعالي يمه. ليش زعلانه يمه؟ ليش؟ والله كنا زعلانين يمه، وانا زعلان عشانك انت ما فرحت اليوم. لا ان شاء الله نفرح مره ثانيه، مره ثانيه. يمه شو الاسباب اللي الفريق زعل فيه الجمهور العراقي؟ بعد ما في اسباب، هذا بعد هاي الكره. مؤمنه يعني ان مؤمنه ان الكره يعني خساره وفوز؟ اي طبعا الكره خساره وفوز، وان شاء الله مره ثانيه. الحكم ظالم. الحكم اثر على المباراه اليوم يمه؟ لا والله كان عادل الرجال، كان عادل. شو اللي كان يحتاجه اليوم المنتخب العراقي عشان يفوز؟ والله ما بعرف يا ابني، خلينا نتعدل. تعالي يمه، تعالي يمه هني، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مو مشكله، المنتخب العراقي منتخب قوي، ونتيجه واحده ما راح تهزنا ان شاء الله، باذن الله الجاي احسن، ومنتخبنا عاشت ايدكم، وخوش زلم وخوش سباع، وحتى الجول اللي اجى هم من عراقي، الجول اللي اجى هم من عندنا زين، وزلمنا سباع وماكو منهم، وان شاء الله يا رب الجايات احسن واحسن. الحكم اليوم كان واضح امام العيان، كانت مبينه مشتريها للعبه من زمان ومضبطيه، بس احنا نقول احنا الله ويانا، والمنتخب العراقي مو لعبه اللي تقيمه، منتخب قديم وعريق وعندنا اسود، احنا وزلمنا زلم سباع، ويعوضوها بالجايات ومو لعبه اللي تقيمنا. هذا اكيد زعلانين، يعني هو الله يرضاه، يعني قدمنا كفينا ووفينا، يجي بالاخير كله اصابات، يطخ يوقع لما استطاع، شنو والحكم ما قصر همين، كل ساعه داك انذار، كل ساعه معطينا انذار،
وكفينا. واحد بقول منتخب العراق كفيتوا ووفيتوا ابطال، عاش ايديكم. احنا كنا يعني بدون شك يعني كل العالم كانت متفقه ان العراق لو كانت معديه هاي المباراه يعني الاحتماليه انه هي تاخذ الكاس. يعني انا ما اعرف شو اقول، بس يعني لعبوا وسووا اللي عليهم، بس ليش الا قطر ما تفوز علينا، الا قطر ما تفوز علينا. نحن شوف اول ما شفنا المباراه، اول ما طاح همام انا هني خفت، انا قلت لا اليوم المباراه ما تبشر الخير. بس قسما بالله والعالم كله هذا يشهد ان الجول اللي خذوه ظلم. اللاعب مالنا ما لمسه ما سوى ولا شيء، وايد ضيعوا وقت. ليش؟ على شنو؟ الفريق ادى اللي عليه اليوم. شو ادى اللي عليه؟ شكرا. المنتخب لا ادى اللي عليه ولا سوى شيء. شنو هو؟ الضغط من 6 ل 91 لليوم، بس ضغط ونلعب براس حربه واحد دائما. ليش؟ زين ليش؟ وشنو هاي كل ما نلعب ويا قطر اصابات وهذا، وراها تجي العقود. صارت امور واضحه، الشعب العراقي كله صار يعرف كل ما نلعب ضد قطر وراها عدد جماعه يروحون بالسد وبالغرافه وبالوكره. هاي معروفه صارت، الشعب العراقي كله قام يعرفه. كل ما نلعب ويا قطر ونخسر معناته وراها اكو هدايا. في تخاذل من اللاعبين. اي تخاذل نعم. شنو شد عضله اول 20 دقيقه؟ شنو علي حسني ينزلون مكان هذا الفريق، انهال الفريق. هارد لك للفريق العراقي ومبروك للفريق الفائز. شو تسوي؟ بس يؤسفني انه لاعب عراقي يقول على فريق العراقي الام الاصل ويروح يحتفل. هسه المفروض انت تقول لا تحتفل الاحتفالات هذه. المدرب يتاخر بالتغييرات ويعتمد على مهاجم واحد. شنو هالاسلوب هذا؟ يعني المهاجم كل لحظه بالملعب يلزم الكره ما يعرف وين يوديها. اللاعبين الوسط كلهم متاخرين عليه وهو لوحده يلعب، بالاخير يفقدها. يعني ما نعرف. وعنده 3 مهاجمين قاعدين بالاحتياط، عنده ايمن حسين وعنده علاء عباس وعنده شو يسوي حاطهم بالاحتياط؟ في عدم اعداد فني للاداره، وانا اشوف بعض اللاعبين المفروض ما يستدعيهم الفريق، مثل الحارس جلال حسن دائما يخذلنا في المواعيد الكبيره، ودائما المدرب والعراق بشكل عام من زمان لين الحين يلعب مهاجم واحد. انت خسران، المفروض تلعب دائما تدخل 3 مهاجمين 4. كل شيء صار اليوم حرام بالملعب، يضيعون وقت، ينامون على القاع، قاعدين يتمرغلون بالقاع، احنا قاعدين نلعب طوبل ونايمين على القاع، جايين اجانب كل شيء، حتى ابن بلدنا اخذوه منا يقول علينا. هاي بس اللي اقوله. مو صوته هو جايب جول يقعد يرقص ويتونس. على الاقل احترم بلدك. احترم من وين جيت، احترم من وين جيت. على الاقل لا تحتفل. أعتقد نشأة ما في كلمة تعبر عن الخسارة قد الدموع اللي احنا شفناها، ويمكن في أكثر من صورة معبرة حتى في المباراة اللي هي لمرأة مسنة أيضا تبكي. يعني هذا هو الجرح الكبير اليوم للخسارة. احنا تكلمنا، أنا قلت لك يعني يمكن أول استديو اللي قلت لك إنه احنا مع الأسف يعني عندنا كرة القدم فد شيء مقدس، ومع الأسف يعني اللي قائمين على البلد وحتى على الرياضة ما يقدرون يستغلون الشباب من خلال كرة القدم أو الرياضات الأخرى. تركوا الشباب والتهوا بأشياء ثانية، اللي انحرف واللي راح أخذ مجرى ثاني، يعني هواي أشياء. يعني ما أعتقد أكو ناس تعرف تفكر، يعني تفكر تستغل هالشباب والهذا. يعني كرة القدم هي الفرحة الحقيقية. يعني أنت اليوم من تشوف مرة مسنة كبيرة بالعمر تكون موجودة في المباراة وتحضر ومشقة الطريق وتقعد، والأخرى تبكي، وأخواتنا كذلك الموجودات ويبكن، واللي متغرب. بالعكس زينة استاذ عبد الله الفراشة. ايش جايك؟ شو انا عبالي نسر نسر فراشة. ما يعني صراحة، لأنه هي كرة القدم هي أنا أقول يعني هي الفرحة الحقيقية. لأنه أنتم ما تتخيلون كرة القدم شنو سوت بالعراق بال 2007. لو يعني لو تعرفون شنو صار بال 2007 فراح تعرفون شنو المعنى الحقيقي لكرة القدم في العراق. كرة القدم هي اللي أوقفت حرب داخل العراق. كرة القدم هي اللي فرحت شعب، فرحت حتى اللي ابنه مات وفرحته لأنه فاز المنتخب.
الام اللي فقدت ابنها فرحتها لانه المنتخب جاب الكاس، وطلبت من اللاعبين بال 2007 انه احنا نجيب الكاس وجبنا الكاس. على الاخوان كافي خلاص، يعني احنا من 2003 الى الان يعني اشتغلوا صح، سووا منتخب جيد، اهتموا بالفئات السنيه، الفئات السنيه هي الرافد الحقيقي لكرة القدم. انا مع انه تجيب ناس تشتغل تبني قاعده قويه حتى تفرح النساء الكبار الشياب. انا متاكد هسه احنا نقلنا جانب بسيط من اللي موجود في الامارات، لكن اليوم انت لو ترجع وتروح للعراق وتشوف الحزن الحقيقي، اليوم تشوف الشوارع فارغه بالعراق. يعني انا اتمنى لو كانت اكو تغطيه في بغداد وتشوف الناس، تشوف الحزن وتشوف الكآبه اللي موجوده. انا ما اريد اقول احنا نمتلك لاعبين جيدين، لاعبين شباب، طاقات شباب جيده، كان بالامكان افضل من اليوم، من مباراه اليوم. كنت اتمنى انه اللاعبين يكونون اكثر تركيز في المباراه، لكنه بالاخير انت انا بوجهه نظري اذا تلعب مع منتخب افضل من عندك. وانا بس اعقب على الاخ اللي يقول يعني تخاذل وبيع. ماكو واحد يبيع وطنه، مستحيل واحد يبيع وطنه، بس هذه نبرة التشكيك والما عندك الحس وطني والهذا هاي شويه يخلي هاي رادنا ما اعرف من زرعها داخلنا، خلانا انه احنا دائما نشك. هي كرة قدم، هي فوز وخسارة، واليوم كان لازم يخسر فريق، يعني حتى لو المباراة راحت تعادل فلازم راح يخسر فريق. خسرت انت في المباراة هذه مسألة طبيعية، بس مو معناته انه انا اشكك بوطنية واشكك بانتماء. هذول اللاعبين هم عندهم اهل، عنده عنده اخت، عنده اخوان، عنده عائلة. يعني انت اليوم قاعد تثقف فشي ضد اللاعبين، وانا هذا بوجهة نظري يعني هذا شيء غلط. اقول هارد لك لكل الجماهير العراقية. انا حزين، ما اعرف يجوز كلكم شفتوني حزين لانه خسرنا وكنا ما نستحق الخسارة. اقول هارد لك، الجاي افضل ان شاء الله، وياي كرة القدم يعني. هذه كلها